وجهة نظر فيها استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة. مساء الخير يا استاذ جمال. تحياتي لمشاهدينا الكرام كلهم. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. في الاقصر لسه يا جمال بيه؟ لا والله انا جيت امبارح بالليل ويعني انا في الاقصر كاني في الاتحاد برضه موجود يعني مش بعيد قوي يعني. طب الحمد لله. دلوقتي حضرتك هناك ازمه، هي ازمه الحقيقه مش ازمه، ان شاء الله تبقى محلوله. يعني جميع الانديه امبارح الحقيقه حصل اتصالات معانا وعايزين ان حتى يعني التلفزيون المصري يذيع، عايزين حد يذيع، عايزين الراديو يذيع دوري الترقي. كل بلد مثلا بغزل المحله او الحمام في مطروح او انديه كتيره جدا برضو بلدها متابعاها، عايزين يتابعوا النتيجه. ايه الحل في المشهد ده يا استاذ؟ اولا خلينا نتكلم بقى. احنا يمكن اتحاد الكوره حريص جدا زي احنا قلنا على حقوق الانديه، ويمكن احنا عملنا مزايده وعملناها، بعتنا لكل القنوات سواء داخل مصر او خارج مصر على اذاعه دوري الترقي. كان املنا فعلا ان اقل حاجه هيبقى عندنا التلفزيون المصري يتدخل، اللي احنا خطبناه ان هو يتدخل حتى على الاقل ويزيحها سواء على النيل للرياضه او على القنوات المحليه الموجوده. لكن فوجئنا ان مفيش ولا حد جه ولا حد قال في الاتحاد انت فينك، ولا فكروا حتى في الرد، لمجرد ان هم عارفين ان في الاخر الدوره دي ما حدش بيدور عليها، ما حدش بيهتم بيها، بتذاع خلاص، وكل واحد اي حد بيبعت كاميرا ويروح يسجل اللي هو عايزه وتذاع، وكحق يعني مكتسب بدون حقوق ماليه لاي حد. بعتنا لهم جوابات وقلنا ان احنا هنمنع دخول الكاميرات، وبعتنا للقنوات برضو. للاسف ما حدش برضو عارنا باي كلمه ولا قال اي كلمه حتى يقولها ايوه ولا لا. الاذاعه امبارح طبعا يمكن اولا انا بشكر الاستاذه ناديه مبروك والمدام منى برضو المنياوي، وعلى اساس ان فعلا امبارح لما اتكلمت معاهم الناس استجابوا جدا، وكمان عشان ما اغلطش المدام نجلاء عبد البر برضو الكلام ده احنا بنتكلم معاهم، فقلت لهم ازاي انتوا بتذيعوا من غير ما تاخدوا حق من الاتحاد واحنا عملنا مزايده. قالوا لا ما احنا فكرينها انها عادي ما فيش مشكله عندنا. قلت لها لا دي حقوق، على الاقل لو انت عايزه تاخدي الموافقه تبعت لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره ما عندوش مشكله. النهارده طبعا انا بشكرهم لان هم فعلا استجابوا وبعتوا جواب النهارده لاتحاد الكوره، وانا بشكر اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بالكامل. الناس النهارده كانوا محترمين جدا، قال لك لا الاذاعه احنا ما نحرمش الجماهير برضو من الاذاعه، يمكن احنا المشاهده دي ليها حقوق ولازم تتوفر مبالغ ماليه من القنوات اللي هي بتذيع دلوقتي، ودي ما اسهلها. يعني القيمه احنا ما عرضناش حتى قيمه كبيره جدا عشان اي حد يقول الاتحاد بيغالي في الرقم او حاجه زي كده. ما اتكلمناش في قيمه، ما حدش يتكلم في اي قيمه برضو من القنوات، على امل ان هم هيذيعوها سواء رضينا او نرضى يعني، فكده كده هيذيعوها. يمكن امبارح كانت لي رد فعل ان هي لما القنوات ما قدرتش تخش امبارح، في بعض القنوات دخلت حبت تخش تدخل هناك الكاميرات بتاعتها ما تمش طبعا دخولها، اتمنعت، فبدات الازمه من امبارح. لكن انا بقول لك سهل جدا تتحل، سهل جدا. القنوات اللي هي بتتكلم عايزه تذيع المباريات دي بتاعت الترقي وحسوا بقيمه الفرق الموجوده يحطوا اي رقم حتى ان شاء الله مع بعضهم. هو بس في مشكله، هو في مشكله يا استاذ جمال. لا هو في مشكله يا فندم لازم تبقى بس يعني واضحه. بعض القنوات ممكن يكون امورها صعبه شويه في الخريطه او في الخريطه الاعلانيه زي القنوات الكبيره. فحضرتك النهارده التلفزيون المصري عنده قنوات يقدر ان هو يذيع المنتج ده وبالبلدي كده يلمعه، يعني الناس حتى تشوفه. هو كده كده ممكن ما حدش يقدم او مش هيجيب فلوس، طب ما يتذاع الناس تستمتع بيه ويبقى الناس برضو شافته ويبقى المعلن حط نظره عليه وبعد كده يتسوق. بدأ احسن من ان هو ما يتسوقش خالص. انا بتكلم على التلفزيون المصري. اقول لحضرتك يا كابتن شريف، يمكن التلفزيون المصري احنا كان لنا دور كبير جدا من ايام الدكتوره دوريا شرف الدين، وكان الاستاذ عصام الامير موجود وهو اللي طرح عليها الفكره ان احنا ممكن نسوق دوري القسم الثاني، وهي مشكوره قالت فكروا في الموضوع واحنا تحت امركم. من يومها واحنا مستمرين ان احنا بنبعت جوابات للتلفزيون المصري وبنحاول ان احنا نتصل او نتواصل مع الاستاذ عصام الامير. الاستاذ عصام الامير ما بيردش على حد اساسا. اتكلمنا اكتر من مره، يمكن في بعض الناس اتكلمت معاه من بره على اساس ان هو يذيع، قال لك لا احنا كده كده هنذيعه وده حق اصيل موجود، الدستور بيكفل ان احنا نذيع. لا الدستور ما بيكفلش ان احنا ناخد حاجه بتاعه حد مش من غير الاتفاق عليها. انا فاهم يا استاذ جمال، انا فاهم كلام حضرتك مليون في المية صح والله.
بس انا باصص لنقطه ثانيه، انا باصص لنقطه ان الانديه اللي بتلعب دوره الترقي دي فرصه عظيمه ان القنوات ان التلفزيون المصري، ما بتكلمش على القنوات برضه، انا بتكلم تلفزيون مصري يخش يغطي اللعيبه تتشهر. يا فندم التلفزيون المصري لو تكرم مشكورا رئيس الاتحاد الاذاعه والتلفزيون بارسال اي جواب للاتحاد المصري لكره القدم، اكيد كان اتحاد الكوره هيتجاوب معاه. لكن التجاهل الكبير اللي اللي عدم الاهتمام بالموضوع اساسا، وفي الاخر نقول دستور ومش دستور ما عداش، ما كفلش لحد ان هو ياخد حق مش طبعا حقه. لا عند حضرتك حق مليون في المية طبعا. هو ما سالش ولا بيعبر حد ولا بيتصل مع حد. ما ينفعش الكلام ده اساسا، ان هو النهارده نقول لا انا حقي هبعت كاميرات، مش حقك تبعت كاميرات، لازم تاخد حق. طب هو يا فندم لو بعت، هو لو بعت اتحاد الاذاعه والتلفزيون اقول انا رئيس اتحاد الكوره عايز اتكلم في الكوره من غير ما استاذن التلفزيون او المعد او المذيع اللي موجود، واخش انا اقول لا انا رئيس اتحاد الكوره واخد الحق اللي انا عايزه، ما ينفعش الكلام ده. انا هو لو بعت جواب، لو احترم الناس الموجوده، ايوه هو بقى لو احترم وبعت جواب، هو لو بعت جواب هو ما بيردش على تليفون حد عشان يبعت جواب. ماشي، ما احنا عايزين نحل يا استاذ جمال. هو لو بعت جواب قال لحضرتك انا عايزين نذيع بعد اذنكم دوره الترقي، حضرتك هتسمحوا لهم يذيعوا؟ اكيد هجتمع بمجلس الاداره بتاعي وهناخد قرار على طول، ما عنديش مشكله. طيب. لكن ما ينفعش ان هو ما يردش على حد. الناس تكلمه، كلم اتحاد الكوره مش عايز يرد على حد، يقول لك لا ده احنا هندخل كاميرات. حتى هو وضح للاذاعه ان ده حق للاذاعه ان ياخده، لا مش حق للاذاعه ان يذيع. لكن احنا النهارده مشكورين، بعتنا برضو جواب رد على الناس اللي خطبتنا باحترام النهارده، وقلنا لهم ذيعوا المباريات، ما عندناش مشكله احنا. بس هو لازم يحترم الناس الموجوده ويقدر الناس الموجوده ويراعي حقوق الانديه برضو اللي احنا بنخاطب فيها في ارقام. بقول لك من ايام الدكتوره دوريه شرف الدين واحنا قاعدين في مكتبه، وانا كنت قاعد في المكتبه هناك وبنتكلم، لكن التلفزيون ما بيفكرش في اي حاجه. كفايه ان هو المصيبه اللي عملها لنا في تحقيق في مبلغ 2 مليون دولار اتوقفت دلوقتي واتجمدت في الاتحاد الافريقي مقابل اذاعه مباراه غانا، واحنا رفعنا برضو قضيه بيها على التلفزيون المصري، وبرضو لو حصل لينا حكم هيبقى مشكله بيننا وبين التلفزيون المصري في تحصيلها. يعني انا عايز اقول ان احنا الكلام ممكن يبقى في ود، ممكن حد يخاطبنا، ممكن الاتحاد الكوره مش في كوكب تاني. اتحاد الكوره حافظ على حقوق، اكيد هيبقى في تفاوض بيننا وبينه، هنصل لحل، هنصل لحلول. انا معلوماتي ان الاستاذ محمد كامل اللي هو واخد النيل الرياضه حاول الاتصال بيه اكتر من مره، واتصل بالسكرتيره بتاعته ما رضيش يرد عليه. محمد كامل مش عارف يكلم الاستاذ عصام الامير ايوه ما رضيش يرد عليه وما رضيش يوصل له الحل. طب هنوصل للتلفزيون ازاي؟